تعال تعال اسمعك حاجة كده هتفرحك وبتفرحنا كلنا، وبعدين احكي لك حكايتها. اهو حكاية الفانوس. اسمع بقى الاول. ايوه 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 ايوه. سمعت؟ الأول كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وإن شاء الله تعالى يا رب يجعله كده يعني شهر خير وسعادة وبركة ورضا الرحمن وتلاوة القرآن. في عادة مرتبطة معانا إحنا المصريين بس، هي حكاية الفانوس اللي هو بدأ حكايته في مصر. لكن الجديد بقى عندنا إحنا، علشان كل ما هو حصري على حكاوي مصري هحكيهولك. أول يوم يستخدم فيه المصريين الفانوس ما كانش يوم 1 رمضان، اتخيل، كان يوم 5 رمضان. طب والأربعة التانيين راحوا فين؟ هحكي لك راحوا فين. أصل حكاية الفانوس، كان الحاكم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان جاي من ناحية الغرب مصر، فالناس طلعت تستقبله بأمر من جوهر الصقل، وده كان القائد العسكري في مصر. فكانوا هيستقبلوهم من ناحية الجيزة كده، فواخدين معاهم شموع عادية. فأمرهم إنه عشان خاطر ما تطفيش منهم، هم طبعا هيسهروا مش عارفين جاي إمتى من بالليل بالظبط، في أوله في آخره. فحطينا التاتش المصري اللي هو اللمسة بتاعتنا والحاجة أم الاختراع. جبنا الشمعة حطيناها على قاعدة خشبية وغطيناها بجلد علشان تحمي الشمعة، فطلعت شكل من حيث المبدأ حلو. الكلام ده كان يوم 5 رمضان سنة 358 هجريا. ومن ساعتها بقى ما شاء الله يعني صارت بهجة وفرحة وارتبطت بشهر رمضان. دي رواية. الرواية التانية بيقول لك برضو أيام حكم الفاطميين في مصر كانت السيدات ممنوع عنها إن هي تخرج من البيت خالص طول السنة ما عدا شهر رمضان. ففي شهر رمضان كانت تطلع تصلي في المسجد. كان بيقود النساء دي او على اول الطريق بيبقى فيه غلام صبي صغير، عيل صغير ماسك فانوس منور علشان ينور لهم الطريق، وكمان يدي اشاره للرجاله ان في سيدات معديه فيوسعوا لهم الطريق وتروح تصلي. ايا كان ايهما يعني اقرب للواقع او هو ده اللي كان بيحصل، الفانوس ده بقى بتاعنا احنا بس المصريين. وفي اماكن مشهوره جدا في مصر يعني احترفت هذه الصنعه وتوارثت العائلات هذه الصنعه. يعني وهو مش صناعه موسميه بس، يعني مش في فتره رمضان بيتصنع الفانوس، لا ده طول السنه بيصنعوا الفانوس علشان يبيعوه في رمضان. هتلاقي ده في منطقه اسمها تحت الربع، دي قريبه جدا من الازهر الشريف ومن الغوريه. المكان ده يعني روحه كده، يعني حياته كده، مدخله كده فوانيس رمضان والبهجة اللي بيصنعها. طب عرفت مثلا من زمان أسماء الفوانيس؟ خد دي، كان في فانوس اسمه البرلمان، كان على شكل قبة البرلمان، وكان بالفعل موجود في قاعة البرلمان المصري في الثلاثينيات. في فانوس بقى الأشهر بس ده زمان مش دلوقتي، كان اسمه فانوس فاروق، كان مرتبط بالملك فاروق، وكان اتعمل ليه مخصوص في كراما او احتفالا بيوم ميلاده، وتزين القصر الملكي بحوالي 500 فانوس. ودلوقتي بقى طلعت الفوانيس الجديدة وبالكهرباء وعلى شكل مثلا ممثلين محبوبين، وفي فانوس تاني يمكن كان تقريبا طلع على شكل اللاعب محمد صلاح وغيرها وغيرها. بس ايا كان الفانوس ده بتاعنا احنا بس المصريين، وانتشر من مصر للدول العربية وفلسطين وغيرها من الدول، وممكن تلاقيه في اوروبا لان هي عادة حميدة. تتخيل اي شارع موجود في مصر مش متعلق فيه الفانوس ده؟ تخيل منظره كده وتخيل يعني شكله، مش هتقبله في رمضان. كل الاطفال في الشارع بيبقى معاها الفوانيس، ده دليل على البهجة والفرحة وحاجة بتفرحنا قوي قوي وارتبطنا بيه. كبير صغير معاه الفانوس، لو مش ماسكه بايدك هتحب تبص له، لانه سبحان الله ارتبط الفانوس بالمصريين. يا ريت كل واحد فينا يعني ما ينساش يحيي هذه العادة لنفسه ولعياله ولعيال كمان وأطفال اللي هم غير قادرين إن يشتروا الفانوس. يا ريت نفرحهم بفانوس رمضان على قدر المستطاع.
البهجة تعم الكل، ويا رب إن شاء الله تعالى يجعله خير وسعادة وراحة بال وهنا وقبول من الرحمن سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. وكل عام وأنتم من الله أكبر.